والمشتقات دي تدخل. حضرتك النهارده شرحت لي. انا قلت البترول والغاز والطاقه. نعم، بس انا فهمت ان حضرتك هتدفع هذه القيمه تبرع. هي تبرع لمصر بطريقه مختلفه، ان انا بتبرع في حاله الحاجه بتاعتك، ولما تبقى سعيد ومبسوط. انا لا اقلل من مساهمتك، اي مساهمه، ده اللي بيساهم بجنيه على راسنا. فحضرتك بتساعد في حل ازمه ماليه، قرض حسن تسترده بالاتفاق مع الحكومه المصريه. احنا بنشكرك عليه، ولكن التوضيح والشفافيه مطلوبان. ممتاز. انا تقدمت لمحافظ القاهره ومحافظ اسكندريه ومحافظ بورسعيد في الشهور العشرة اللي فاتت، ان انا اجي اعمل مشروع قومي وخيري ويفيد البشرية بيئيا ومعنويا وماليا، واللي هو إعادة القمامة لكهرباء وغاز. واحنا بنجيب التمويل اللي هو القرض بالكامل 350 مليون دولار لكل محطة. المحطة بتستخدم حوالي 3000 طن في اليوم، وبتنتج حوالي 25 ميجا وات كهرباء، وبنديها للحكومة وما بنطلبش منهم شيء. بيقول له هات القمامة واديني الارض وانا هعمل المشروع من A to Z، وهشغل الناس وهحل مشكله مصر وهحل مشكله البيئه. لان انا الحاجات اللي انا بشوفها في التلفزيون للاسف، في ناس عايشين في قلب القمامه. نعم. في ناس عايشين بياكلوا من القمامه. احنا حولونا ما نبقاش بني ادمين، نبقى حيوانات واقل من الحيوانات. يعني مش كل الحيوانات بتاكل من القمامه، يعني لما يبقى الخنزير بس هو اللي بياكل قمامه، وربنا يقول لك ما تاكلش لحم الخنزير، يعني لازم نفهم يعني ايه قد ايه بلد القمامه دي. لا، لكن للاسف تروح للمحافظ وتروح للبيئه اللي فات غير كله اللي فات. لا، انا بقول الكلام ده عشان الدكتور البرادعي يعرف ان الناس اللي قاعده، اصل شوف حضرتك، لو والله لو الرسول صلى الله عليه وسلم جه في مصر دلوقتي، اي نعم ربنا كان بيكرمه، لكن احنا ما عندناش الكرم بتاع ربنا، لكن هيكرمنا ان شاء الله. وان شاء الله يكون الدكتور البرادعي انسان عظيم وصادق في عمله. بس شوف حضرتك، الصف الثاني اللي قاعد في مكتب الوزراء هو قاتل لاقتصاد مصر. لما تروح، انا كان الشاب حسام هو شاب من شباب 25 يناير، والناس كلها كانت بتقول له انسى، مش هتعملوا حاجه، الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كله احلام. انا ما بقولش احلام، انا بحلم، والحمد لله ربنا بيحقق لي احلامي. الخطاب السياسي انا ما بتكلمش سياسه والله العظيم، لو بتعالي شويه لا طب اقتصادي انا بتكلم اقتصاد. ايوه، انا بقى الدكتور البرادعي بقى رئيس حكومه هينتظر ايدين كل رجال الاعمال المصريين الشرفاء. انا اتمنى بكره الصبح بعد ما يحلف اليمين النهارده اروح الصبح واقرا معاه العقود اللي انا بعملها المدينه ب 50 مليار، اوقع العقد ابو 100 مليار بتاع منتدى قطر اللي احنا قطعنا فيه شوط كبير جدا. ونشكر وزير الري السابق، انا قعدت معاه نص ساعه انا كنت ببص على النيل وقلت له ما تزعلش مني لو اتعصبت شويه. قلت له انا بحب مصر، وهقول لك قد ايه انا بحب مصر. وانا بقول لك قبل ما تسيب، عشان كل الوزراء مسكين يقول لك احنا ايد المرتعشه. انا مش عايز ايد مرتعشه، انا عايز واحد يشمر ايديه وينزل في الشارع ويعمل. مش عايز واحد يقعد في مكتب مكيف، مش عايز وزير ياخد عربيه مرسيدس، مش عايز الحاجات دي كلها. انا عايز وزير يقول لك انا جاي اساعد مصر لوجه الله الكريم. بس حقيقي لوجه الله الكريم، مش يقول انا مش هاخد المهيه وياخد اضعاف الاضعاف خدمات. لا، مصر محتاجه كل واحد، ومش هو رئيس الوزراء اللي هيخلي مصر صح، ولا الوزير اللي هيخلي مصر صح. الشباب والامهات. وتحيه لكل ست في مصر، لان ست مصر اللي نجحت 25 ونجحت تصور 30 وهتنجح مصر. انا بقول مصر، المراه مش نص المجتمع، المراه هي نص المجتمع وبتصنع نص المجتمع التاني، فهي 100% في المجتمع. لو صلحت المراه صلح المجتمع، صلحت الامه، بقينا احسن ناس على الارض. انا بشكرك جدا، الله يخليك، لحد ما تبتدي تتشاور مع الحكومه وتحققها هتتضرب 1000 جنيه الصندوق، هتفرق ب 10000 جنيه مش 1000 جنيه. طيب بشكر حضرتك جدا. مصر تاخد عينيا ودمي، ربنا يسلمك ويخلي لك عينيك. بشكركم جدا، وان شاء الله الحاجات اللي انا هجيبها لمصر لتدريبات استشفاء المحفظه كريم جدا في المنطقه.
الاف ترى شكرت وكسبوا روايش فوقية كسبت غسالة ريحتي تي في كسبت غسالة ضفت اقسم في الجزائر اقسم بس عدى ولسه الفرصة الالاف تاني يكسب جوايز مفيش زيها وبالاضافة اقسم بس عدها هتمشي مفيش حاجة تنفع البني آدم غير الفلوس أنا فجأة حسيت إن الفلوس بس فرق معايا مكان الحرب انت عارف كويس ان انا مش ممنوع لكن حزب عندك انت عايز تروح زعل سنة ولقيت عندي مكتب بعض حياة وذلك انا خبر اوعى تنسى ان انت السبب في كل ما حصل بدك تتقبل النبي بس يا شباب اللي في ناس كتير اوي نفسهم يفضل يدل عليهم المؤمنين انا هقولك كل عام وانتم بخير ورمضان كريم انتظرونا على شاشة الCBC في رمضان وحيد حياة حكاية حياة فقط وحصريا على CBC في رمضان اوكسي الاف ترى شكرت وكسبوا روايش فوقية كسبت غسالة ريحتي تي في كسبت غسالة ضفت اقسم في الجزائر اقسم بس عدى ولسه الفرصة الالاف تاني يكسب جوايز مفيش زيها وبالاضافة اقسم بس عدها السلام عليكم